أصدقاء أحباء في الله، نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت إخواتي لايك واشتراك في القناة ده لو عجبكم، لو محبب على قلبكم. مش حابين ما عنديش مانع والله، أنا بحاول أفككم وفي نفس الوقت نكون إخوة ومتحابين، وندعي بالرحمة لشهداء غزة وفلسطين، ربنا يرحمهم ويعدي المحنة بتاعتهم دي على خير ويخلصهم من اللي هم فيه يا رب. وصلوا على الحبيب في التعليق كده واذكروا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو بسيط حلو هيعجبكم إن شاء الله. فاكرين الفيتامين اللي أنا كنت بديه للحمام؟ هو ده وقته، هو ده وقته في الشتاء في اللي احنا فيه ده حاليا في اليومين دول. بصوا القلش، بصوا الحمام عندي بيقلش ازاي، بيقلش بطريقة جبارة، فهو محتاج فيتامينات. بصوا القلش جوه العين، في نفس الوقت النتاية محصية. بصوا، استنى يا عم بندق بالله عليك اصبر يا اخي. بصوا بندق ما بيسيبش ايد، بصوا الله اكبر اللهم صل على النبي. بصوا، هو في حصوية تانية انا حاططها تحتيها، كان هي بسم الله ما شاء الله محصية حصويتين، ربنا يبارك لنا فيهم. هو الفيتامين بصراحة جميل، احنا بنحاول نظبط الدنيا على قد ما نقدر عشان الجو بجد اليومين دول برد. وبصوا هنا برضو البيت شقلباظ، برضو حصوا اول حصوايه. كل ده بفضل الفيتامينات، الله اكبر اللهم صل على النبي. والقص التاني بصوا اهو، بصوا وفي مفاجأة بقى معانا بقى، مفاجأة. شفتوا فاكرين القص اللي احنا كنا قعدنا قدام بعض بس خد بعض على طول؟ بصوا النداية خلاص مش مشى، والوحش عنتر. الدكر ده بحبه والله، الدكر ده يعز عليا بنظرة قطيفة وانتهى صفرة، فانا يعز عليا الدكر ده بصراحة. ومش مشى كمان يا بنت عيب. بصوا هما الاتنين بيعملوا ازاي. خدي تعالي هنا. مش مشى، مش مشى، اوعى. بص، هو زي بيضربها عشان ايه بتلعب بتلعب معايا. بص هو زي ازاي، مش عايزة تلعب معايا. بص خد تعالى، طيب تعالى، تعالى انت طيب. بص هي اتعلمت منه ازاي. خلاص 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 خلاص. فالفيتامينات ده يا جدعان هي من سوق الجمعة ب10 جنيه. واحد سألني في التعليقات عنها منين وكده وسعرها، هي ب10 جنيه بصراحة. اهي دي 2 سنتي على لتر مية. شوف بقى اتمثل ب3 لتر 4 لتر على حسب بتمثل الحمام. فهي بصراحة جميلة. انا كان عندي واحدة تاني فين اهي، هيس ليليام اهي. انا جربت دي الاول، دي اول واحدة جربتها، هيس ليليام برضو فيتامينات وجميلة جدا. دي عشان القلش، عشان الزغاليل، عشان خاطر التخصيب، عشان خاطر البيضة ما تطلعش رايقة، عشان البيضة ما تبقاش حصواية وحصواية، زغلول اكبر من زغلول. هي دي فيها فوائد كتير جدا، هي عجباني ان هي فيها شوية فوائد حلوين. فلما رحت اجيب ده ما لقيتوش، فقال لي في منتج تاني زيه بس هو برضو، هو ده هو سلينيوم وده هو سلينيوم، هو الاتنين واحد مفهومش اختلاف. ولازم يبقى عندنا برضك الفيديو ده برضك خماير، لازم ندي خميرة عشان الزغاليل. ده قراص خميرة من الصيدلية بشري عادي اهي، نص قرص بعد ما نكلف الحمام يكلف الزغاليل. عندنا مثلا زغلولين عمرهم مثلا 10 ايام، وعايزين الزغلولين دول ربنا يبارك لنا فيهم كده يبقوا حلوين، دول هنذبحهم هناكلهم، مش هنشهم او هنخليهم، لا ده يفور الزغلول، يخلي حجم الزغلول الله اكبر عليه، الزغلول شادد حيله، لما يجي مثلا للذبيح والاكل يبقى زغلول حاجه بطش حلو كده تتاكل، الله اكبر.
بس وده كان فيديو النهارده، ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتذكروا الله في التعليقات.